ولو ما تعرفش يا صاحبي الفشيخ، فاحنا بدأنا سلسلة التنزيل اليومي. ايوه يعني ان شاء الله هتلاقي فيديو كل يوم موجود على قناة الفشيخ. طبعا مش محتاج اقولك ان الدعم في الفترة دي هيفرق معانا قد ايه. وما تنساش اللي اتفقنا عليه في اخر فيديو من حكاية اللي بالمناسبة لو ما شفتش الحكاية روح شوفها. واخيرا حكاية بارك الاستوديو نزل منها فصول جديدة. لازم بقى يا صاحبي الفشيخ تروح تجيب مشروبك المفضل الدافي عشان الجو برد بقى وكده وتيجي تتفرج. ويلا بقى نفتكر كده على روقان اخر حاجة حصلت في الفيديو اللي فات، لما بارك اظهر لكل اللي موجودين العين الحمراء، واول واحد بيخلص منه هو ملك الجراد. حرفيا بيشتل رقبته من على جسمه. ومش بس كده، ده بيقدر العظمي وحش بارك ان هو يجند افراد من الجراد. بعدها بيبدأ قتال ما بين كيم وبارك، وبتكون اليد العليا في القتال ده طبعا لابننا بارك، وضرب يمين وضرب شمال وكيم ما بيقدرش يلمسه. وبينما خلاص بارك على وشك ان هو يدي الضربة القاضية لكيم، بيوصل ايدي التنين وبتولع الاجواء وبتشتعل الاحداث وبيخوض قتال دامي مع بارك. لكن بارك بيستخدم تقنية اول مرة نشوفها، وهي ان اي ضرر بيحصل له بيقدر ان هو يشفي نفسه منه. فبسبب الموضوع ده بيشرح ايديا التنين. وبينما بارك على وشك انه يستخدم تقنية هتمحو ايديا التنين ده من الوجود، بيسجل دخول حد غير متوقع خالص. ملك الشياطين بذات نفسه وصل، وبيقول ايه الدوشة اللي عمالة تحصل برا القصر دي. لو فايتك اي حاجة من العظمة دي لازم ترجع تشوفها في الفيديو اللي فات، هتلاقيني سايبهولك في الاي اللي فوق. بعد كده بيهجم احد الجردات اللي بيتحكم فيها العظمي على ملك الشياطين، فبيكون ماسك عصايه كده وبيقول له ازاي تجرؤ تهجم عليا، وبيستخدم المقصله وبيقطع له رقبته، وبيرفع العصايه دي وبيقول مش عايز وجع دماغ. فحرفيا بيظهر حوالين كل جراده مقصله وبيتم اعدامهم كلهم. لما بارك بيشوف اللي بيحصل بيقول ده قدر يقضي على كل الجراد في لحظه. وبيجري كيم على ملك الشياطين وبيقول له انا اسف ما كانش بايدي اي حاجه اعملها. فبيرد عليه ويقول له الوضع مزعج جدا، هو ايه اللي وصلك للحال ده؟ وبيبص على بارك ويقول عدى وقت طويل قوي يا بارك. وبيقول له باين عليك متوتر. بيرد بارك وبيقول له انا متوتر؟ ده انت اللي المفروض تكون متوتر. وبيخرج السيف بسرعه بارك وبيروح يهجم على ايدي التنين عشان يخلص عليه، لكنه فجاه في حاجه بتوقفه. وفجاه بيلاقي المقصله ظهرت حواليه بس بيقدر انه يضربها ويبعد عنها. فبيعرف في اللحظه دي ملك الشياطين ان السيف اللي معاه ده هو سيف محو السجل. وبيفضل يهجم على بارك بمقاصل كتير لكنه بيقدر يتفاداها كلها ويهاجمها، وبيفضل يتراجع لحد ما بيبعد عن ايديا التنين. طبعا بيتضايق جدا بارك لانه ملحقش يخلص على ايديا التنين، وبيقفز قفزة عالية وبيقول طب حس كده بقى انا هتعامل معاك انت الاول. في اللحظة دي بيلوح ملك الشياطين بالعصاية بتاعته وبيخرج سلاسل من بوابة، وبتهجم السلاسل دي على بارك علشان تمسكه. والهجوم ده مقصلة برضه بس اسمه امر اعدام مطلق. اول ما بيمسك الخصم باحكام بيبعته لساحة موت، علشان هي اول ما بتمسك الرقبة والايدين مفيش حد بيقدر يهرب من الاعدام بتاعها. لما بارك بيشوفها بيقول هو استخدم التقنية دي عليا؟ كل اللي عليا اعمله معاها اني احمي رقبتي وايديا اثناء ما هي بتقرب مني. بيتريق عليه ملك الشياطين وبيقول له انت دلوقتي بتدفع تمن قوتك الضعيفة يا بارك. وبيهجم على بارك بسلاسل كتيرة قوي، وبتهرب سلسلة من السلاسل دي وبتقدر انها تمسك السيف المسؤول عن تجديد صحة بارك. فبيستغرب بارك وبيقول المفروض ان السلاسل دي يكون هدفها رقبتي وايديا، ازاي قدرت انها تمسك سيف محو السجل؟ وبيحاول بارك بكل قوته ان السلاسل دي ما تقربش منه. وبيلاقي ملك الشياطين بيقول له سمعت قبل كده عن سيف ريبيكيا؟ بيقول له بارك ايه ده سيف ايه ده؟ بيقول له القطعة الاثرية اللي تقدر تغير التضاريس حسب الرغبة، اسمه سيف ريبيكيا. والسيف ده بيتكون من 5 سيوف هي اللي بتقدر تستدعيه. السيف اللي بيطلق وابل من المطر سيف السما الصافية مستدعي المطر، والسيف اللي بيرسل هدفه للمقصلة اللي هو سيف المقصلة اللي معايا، والسيف اللي بيثير عواصف رملية من خلال قوة حامله جنية الرمال، والسيف اللي بيحول عقل حامله لقوة قتالية مجنونة، وأخيرا السيف اللي بيمحو السجلات محو السجل.
سجل. كل سيف من السيوف دي يا بارك بيمتلك قوة هائلة، اكيد في كتير قوي طردوهم على امل ان هم يجمعوهم ويستدعوا ريبيكيا. ودلوقتي في ساحة المعركة اللي احنا واقفين فيها اجتمعت السيوف الخمسة كلها، انت معاك 3 وانا معايا 2. بيكون رد بارك انا مش مصدق الهراء اللي انت بتقوله ده. بيضحك ملك التنانين وبيقول له دي مش اشاعة يا عبيط، اكشف نفسك يا سيف ريبيكيا. وبتبدأ تتجمع قوة كبيرة جدا فوقهم، وبتخرج القوة بتاعت سيف المطر اللي مع بشت، وبتخرج قوة سيف الرمال ومحو السجل من بارك. وبيقول ملك التنانين شكرا يا بارك. في اللحظة دي بالذات اكتملت الحرب أخيرا، وبتتجمع قوة السيوف الخمسة فوق وبتبدأ تندمج، وبيخرج منهم نور ساطع جدا وبتتدفق منهم القوة الهائلة، وفعلا بيتشكل السيف اللي اسمه ريبيكيا. بيقولك بقى السيف ده أعلى رتبة سيف موجود على وش الكوكب، حرفيا هو مزيج من قوة العالم الأرضي، وإجمالي القدرة القتالية بتاعته بتكون 100. لما بيشوف بارك النتائج دي بيقول ازاي السيف زي ده قوته بتبلغ 100 بس، مش المفروض انه بيغير التضاريس؟ بيقول له ملك التنانين انا هوريك دلوقتي السيف ده بيقدر يعمل ايه. وبينور السيف ده وبينزل بسنه في قلب الارض. بيقف بارك يتفرج وهو مش عارف هو واقف قدام ايه اصلا، وبتبدأ الارض تتهز بشدة من تحتهم. بيكون مبسوط جدا ملك الشياطين وبيقول له اتفرج يا بارك. وفجأة بيبدأ يظهر كائن غريب، كائن ضخم جدا ولونه ازرق، حرفيا من ضخامته ايديا التنين وايديا النمر بيكونوا نمل بالنسبه له. بيفتكر بارك وبيقول الافعى دي انا شفتها في حلم قبل كده. بيتكلم مع الافعى دي ملك الشياطين وبيقول لها انا الشيطان اللي استدعيتك، عايزك تنضم ليا لهزيمتهم والاستيلاء على الارض. بيكون ملك الشياطين متحمس جدا اللي هو اخيرا الوقت جه. وبنعرف ان الوحش ده اسمه ليفثان، وملك الشياطين اصلا بيكون مستدعيه علشان يقتل الوحش اللي بيحمي الارض. واخيرا هنجح في تحويل العالم لجحيم. وفجأة بتتفتح بوابة وبيبدأ ينزل منها وحش. فلما بيشوفوا بارك بيقول الشيء ده انا شفته في حلمي، هو سيف ريبيكيا كانت هي القطعة الاثرية اللي قدرت تستدعي كل الوحوش دي. بيقول ملك الشياطين للوحش اللي لسه نازل ده موت وافتح لي بقى الطريق، يلا يا ليفيثان مزق بهموث. دي تعويذة دي ولا ايه؟ المهم يعني بيبدأوا يتقاتلوا هما الاتنين، وبيعض التعبان الوحش التاني عضة قوية جدا، لمجرد العضة بس بتتغير كل الأجواء اللي حواليهم. وبيقول بارك أنا حاسس إن المفروض أساعده، بس أنا هعمل إيه قدام الأحجام دي كلها؟ مش هعرف أعمل حاجة. بيقول له ملك الشياطين شفت يا بارك، ده هو الجزء الممتع في الحرب كلها، والممتع كمان إني أحضر شخصيا نهاية سجلاتك هنا. بيقول له بارك معنى كده إن هما هيتقاتلوا فيما بينهم وإحنا هنتقاتل فيما بيننا. بيقول له ملك الشياطين دي مجرد تسلية قصيرة على ما يخلصوا يعني، لأن في اللحظة اللي هيموت فيها الوحش حامي الأرض هتفتح البوابة التانية للجحيم. بيتصدم بارك وبيقول إيه؟ أنت قلت إيه؟ بيعيد له الكلام كيم وبيقول له أيوة زي ما قلت لك كده، كنت عارف إنك عبيط وما تعرفش حاجة عن البوابة التانية للجحيم دي. ما بيبصلوش أصلا بارك وبيقول له مش أنت، ما بكلمكش أنت. وبيبص بارك بيلاقي حامي الأرض بيكلمه، فبيقول ملك الشياطين هما بيحاولوا يتواصلوا مع بعض، وبيستخدم قوته وبيؤمر كيم وإيديا التنين انهم يخلصوا على بارك حالا. فبيتحرك كيم بكل سرعته هو وإيديا التنين في هجومهم على بارك، وبيحس بارك بألم رهيب في راسه. فبيقول له الوحش انت وكيل المستقبل، وبينور يضيء السما كلها وبينزلها لحوالين بارك. حرفيا القوة دي بتطير كل اللي حواليها. بيتصدم ملك الشياطين لما بيلاقي القوة دي كلها بتدخل لبارك، وبيقول الوحش لبارك انا بوكل ليك الارض ايها الوكيل. بيكون بارك مش قادر يتحمل، وبيقول له الوحش المسؤولية كلها بقت على عاتقك دلوقتي ايها الوكيل. وبيتبخر في الهواء. بيتصدم كيم وبيقول هو ايه اللي بيحصل؟ هو حامي الارض لبس بارك؟ ده شكله هيبقى مرار طافح. بارك انت مين بالظبط يلا؟ بتبدأ شرارة القوة تخرج من بارك في اللحظة دي، حرفيا وش بارك بينور، وبتتفتح بوابات فوق بارك واسفل منه، وبيبدأ يعد بارك من البوابات دي، وبتتغير الهالة المحيطة بيه وبيتغير شكله، وبيتحول شعر بارك
اللون الابيض، وبيقف قدام ملك الشياطين كده ويقول له انت مصدوم من ايه يا معلم؟ بيكون ملك الشياطين واقف متنح وعاجز عن الكلام. بيتكلم بارك وبيقول عدى وقت طويل قوي يا ملك الشياطين، في مثل الاوقات دي انا كنت دايما بشوفك بتضحك، ليه مش شايفك بتضحك دلوقتي؟ بيقف التعبان اللي استدعاه ملك الشياطين يتفرج على اللي بيحصل، وبيقول بارك رأس الافعى عدى وقت طويل برضه انت كمان، ده انتوا يوم اهلكوا اسود النهارده. وبيقف بارك وكل ملامحه متغيره وبيقول خلينا بقى من هنا نتولى زمام الامور. ما بيستناش التعبان وعلى طول بيهجم على بارك. بيفعل بارك في اللحظه دي حاجه اسمها وضع الكراكن، وبتخرج منه هالة ضخمه جدا مدببه بتعور التعبان ده، وبيمسك السيف وبيقول انا هستخدم السيف المجنون ده، وبيبدأ يستعد بارك للهجوم. وبيكون بارك معاه تعبان كده صغير بيضربه بالخنجر اللي معاه، فالخنجر ده بيمتص القوة من التعبان. بعد ما بيعمل كده بياخد الخنجر ده وبيعور بيه نفسه. بيكون التعبان متضايق جدا وعايز يهجم تاني على بارك يخلص عليه. ساعتها بيقول بارك حلو قوي كده الاستعدادات اكتملت ايها الثعبان، انا هبدأ دلوقتي، تعالالي تعالالي. في اللحظة دي بيكون بيشت واقف مع سونج وسيون وبيقول حجم المعركة دي هائل لدرجة ان انا مش قادر افكر حتى في المساعدة. بيقول له سونج ده طبيعي لان احنا حرفيا دلوقتي قدام كارثة طبيعية. قد ايه هو محبط ان احنا كل اللي قادرين نعمله اننا نتفرج. وبتكون سيون قلقانة جدا على بارك. على الجانب الاخر بيقف بارك ويبص للتعبان ده وبيقول بصراحة يعني انت ضخم جدا، يعني حاجة مش مريحة خالص ان انا اقاتل وانا ببص للاعلى. فبيستدعي بارك العظمي اللي كان اصلا اتقتل قبل كده من ملك الشياطين، وبيفوق كده تاني وبيقول انا بدأت احس بالقوة تاني، وفعلا بتنفجر منه القوة وبيتوجه ناحية بارك. لما بيمتطيه بارك بيقول له انا بتفيض مني القوة، بقى عندي 4 أجنحة، اللي انا فيه ده هو تطور التطور. بيقول له بارك اسكت وحلق وانت ساكت. وبيطيروا فعلا وبيطلعوا لدماغ التعبان، فبيفتح بقه التعبان وبيكون عايز يلتهمهم لكنه ما بيقدرش يعمل اي حاجة وبيتعرض للإصابة من بارك. بعد ما بارك بيضربه بيقول له يا عم بطل تكافح بقى، انت كده كده ميت. وبيضرب بارك بالخنجر بتاعه وبيقطع حتت من التعبان. ولما بيحاول يهرب بيجري وراه بارك وبيقول له بتحاول تهرب من قدامي؟ انت مفكر انها سهلة كده؟ دخول الحمام مش زي خروجه يالا. طبعا بيقف التعبان يرتعش ومش عارف يروح في اي حتة، واخر محاولة ليه بيضرب هجوم في السماء علشان يفتح بوابة، وبتبدأ البوابة دي انها تتفتح. فبيقول له بارك ايه ده؟ البوابة اتشكلت، انت بتستدعيها وعايز تهرب من قدامي؟ ولما بيجري على البوابة بيكون عايز يهرب منها بيهجم عليه بارك وبيقول له كفاية عليك كده، وقتك خلص معايا، انت ما عدتش هتشوف النور تاني، جه وقت الوداع. وبينقض على التعبان يديله ضربة بينزله في اخر الارض. واخر محاولة بيحاولها التعبان انه بيهجم على بارك من بقه. ساعتها بارك بيقف قدامه وبيقول له عيب عليك، وبيشاور له ويقول له بص فوق كده. اول ما التعبان بيبص فوق بيكون هيغمى عليه من الصدمة، بيلاقي ان في 100 مليون خنجر نازلين عليه من السما زي المطر، وفعلا بيقعوا كلهم يتغرزوا فيه، حرفيا بيبقى فيه خرام اكتر من المصفى. بيقول له بارك خلاص خلصت ولا لسه في حاجة تانية؟ وبيرسم بارك خط بايده وبيهجم على التعبان بيخليه يختفي خالص. طبعا ملك الشياطين بيتفرج على كل اللي بيحصل ده وهو مش مصدق عينيه، هل اللي انا شايفه بعناية ده بجد؟ هو ايه الكائن اللي انا بتقاتل معاه ده؟ بيبدأ في اللحظة دي بارك يخرج من الضباب ويقرب عليه واحدة واحدة، فبيتسمر ملك الشياطين في مكانه من الرعب. ازاي اصلا في كائن عنده كل القوة دي؟ وبيحاول يعمل اي حاجة كده بحتة العصاية اللي معاه دي، وبيخرج سلاسل الاعدام تاني. فبيستهيفها بارك كده وبيهشها ولا كأنها اصلا دبانة، وبيقول ايه الضعف ده؟ بيبقى ملك الشياطين لسه مش مستوعب وبيقول ازاي عمل كل ده؟ انت مين بالظبط؟ بيرد عليه بارك ويقول له انا بارك جين سونج المستقبلي حامي الارض. بيقول له ملك الشياطين انا مش بسألك على اسمك، انا بسألك على المستوى السخيف من القوة اللي عندك. ايه هي قوة الايديا اللي عندك؟ روحك قوتها كام؟ بيقوله بارك ايه ده انت فضولي بقى وعايز تعرف. اولا الايديا بتاعتي انت شفتها وانا مش هقولك عليها. بيتضايق جدا ملك الشياطين وبيقول له تعالالي انا لازم هقتلك دلوقتي. بيكون رد بارك عليه وانا مش عايز، مش اللي اتفتحت فوق دي هي بوابة نهاية العالم اللي انت كنت عايز تفتحها؟ هي هتفتح دلوقتي على اخرها، عايزك بقى تنطلق
بتنطلق وتعمل بجد عليها، وبيسيبه ويمشي. بيكون ملك الشياطين مش عارف ايه اللي بيحصل، وبيقول له انت بتخطط لايه؟ بيرد بارك عليه ويقول له شخص زيك ما يستحقش ان استخدم قوتي عليه اصلا. وفجأة بيختفي من قدام ملك الشياطين، وبيقول له راقب بقى كويس. وبيروح بارك لسيون واصحابه، فبتستغرب سيون جدا اول ما بتشوفه. بارك اللي كان شعره اسود بقى دلوقتي شعره ابيض وعينيه حمرا. بيبدأ يتكلم معاها وبيقول لها انا بارك يا سيون، وبيقرب عليها ولا بأس بقليل من الرومانسية ما بين بارك وسيون برضه. فبتسأله وبتقول له انت ايه اللي حصل لشكلك؟ بيقول لها دي قدرة مستقبل اسمها الوكيل. بتقول له مستقبل ايه؟ بيقول لها ده انا بارك كمان 10 سنين. بتقول له علشان كده بقيت اطول فجأة وشعرك ابيض وحالتك بقت حالة. بيضحك معاها بارك وبيقول لها شفتي بقيت اكبر منك بكتير اهو، قولي لي يا جدو بقى. بتقول له خلاص ماشي يا عم جدو ماشي. بيقول لها مين كان يتخيل اني اكبر قوي كده في فترة قليلة؟ بتقول له سيون مش مشكلة يعني دول 10 سنين، وبعدين انت هتفضل عندي برضه بروكة، ولا بأس بقليل من النظرات الرومانسية. بيقول لها بروكك ماشي، شعور ان حد يناديني بالاسم ده جامد. بتقول له سيون صحيح يا بارك، هل احنا دلوقتي بقينا بخير؟ ما تخلص على ملك الشياطين وتريحنا. بيضحك بارك وبيقول لها اسف لحد هنا بينتهي دوري، يجب الا يقتل ملك الشياطين الان. بتقول له تقصد ايه بالكلام ده؟ بيقول لها ما اقدرش ان انا اشرح لك المستقبل بالتفصيل، في قيود على حاجه زي دي. فجاه شكل بارك بيرجع يتغير تاني، فبيقول ده انا نسيت ان انا الحد الزمني بتاعي هو 3 دقايق. وبيبص على بوابه الجحيم اللي بتكون على وشك انها تفتح دلوقتي. انا في اللحظه دي وانا لوحدي مش هقدر اوقف كل ده. بتقول له سيون لا لا ما تقلقش انت مش لوحدك. فبيتكلم مع سونج وبيقول له علشان خاطر يا سيد سونج اعتني بيا، فانا لسه بفتقر للحكمه. بيقول له سونج اشوفك بعد 10 سنين يا بارك. بيكون رد بارك انا هرجع وقتها. بتمسكه سيون وبتقول له الامور هتفضل صعبه بس انا هصمد وهستناك يا بروكه. وفجاه بيختفي بارك اللي جاي من 10 سنين قدام، وبيرجع لنا بارك بتاع دلوقتي. بتمسكه سيون وبتقول له امسك نفسك يا بروكه. بيفوق بارك وبيلاقي سيون في وشه، فبيقول لها ايه ده انا هنا ليه؟ هو التعبان وملك الشياطين فين؟ بتقول له سيون بص وراك يا بارك. بيبص فعلا وراه بيلاقي ملك الشياطين عمال يشتمه، وهي بيقول له تبا لك ولامثالك. بيتكلم بارك مع نفسه وبيقول التعبان اختفى، وبالنظر لمدى غضب ملك الشياطين فاكيد هو اتعامل معاه الغلط. شكل وكيل المستقبل اشتغل بشكل صحيح، وبيبص للخنجر اللي معاه اللي بيكون شكله اتغير. فبيسأل بارك سيون وبيقول لها هو ايه اللي حصل؟ هو كل ده احدى قدراتي المستقبلية؟ وفجأة بيستوعب انه لو فضل واقف هنا سيون هتتجر في القتال اللي ما بينه وما بين ملك الشياطين. وفجأة بيلاقي السلاسل بتهجم عليه تاني، لكنه المرة دي جسده اخف بكتير. بسبب استدعاء شخصيتي المستقبلية بقيت افضل في تقبل النوايا القاتلة، وبيقدر بارك انه يضرب السلاسل دي ويصدها بكل سهولة. بيقف ملك الشياطين متضايق جدا من اللي بارك بيعمله، فبيزعق وبيقول انا زي ما قلت دلوقتي هفتح ابواب الجحيم وهجلب معاناة للارض لا تنتهي. وبيبدأ فعلا يفتح الباب، وبيبدأ الظلام يعم في المكان، وبيخرج منه الكائنات اللي شكلها غريب. وبيضحك ملك الشياطين ويقول اخيرا نجحت في فتح البوابة. وبيتكلم معهم وبيقول ايها الوحوش بصوا لي كويس، انا سيدكم التنين الاحمر. بيرد عليه واحد منهم وبيقول له مجرد سحلية تجرؤ انها تنتحل شخصية سيد عظيم، بس زي ما انت عايز طالما انت اللي استدعتنا فلتبدأ الحرب. بيقف بارك مستغرب وبيقول هو في ايه؟ ليه انا المستقبلي ما خلصتش عليهم؟ ليه تركت البوابة تفتح وكل ده يحصل؟ قوة اللي حضرهم ملك الشياطين اقوى منه بكتير قوي. لو في وحوش زي دي تجسدت بالكامل مع مرور الوقت في العالم فاحنا مش هنقدر نتحملها، لازم البوابة دي تتدمر دلوقتي. وبيمسك بارك بسيف محو السجلات، لكنه بيستوعب وبيقول اكيد في هدف للي انا عملته ده. كل اللي مطلوب مني اعمله دلوقتي اني اعمل معاهم الجلاشة قبل ما يتم اخماد نياتي القاتلة. انا هحاول انهي الامر بكامل قوتي في غضون 10 ثواني. وبيتحرك بارك بسرعة البرق يحاول يخلص على عدد منهم. فبيقول ملك الشياطين افعالك واضحة يا بارك، وبيؤمر ايديا النمر انه يهجم على بارك دلوقتي ويخلص عليه. ده حتى كمان ايديا التنين وهو متبهدل بيكون عايز يخلص على بارك، وبيقول حتى لو الجسد متقطع لازم
لازم اخلص عليه. وبيكون هو اقرب واحد بيهجم على بارك، فبيضربه بارك بتهور، فبيتعرض لضربة ترجعه ورا، وبيلاقي ايديا التنين بيقول له قصتك بتنتهي لهنا يا بارك، انا اللي هخلص عليك. لكن فجأة بيجي له هجوم يطيح بيه قبل ما يلمس بارك تاني، وبنشوف اللي عمل كده، وبتطلع السفينة الحربية بتاعت شين، وبيكون معاه دوره كمان، وبيقول بتمنى اني اكون ما تأخرتش عليك يا بارك، انا جيت عشان كنت متأكد انك محتاج مساعدة. بتجري سيون بسرعة على بارك علشان تطمن عليه، وبيجي الوحش العظمي كمان وبيقول له اصعد يا كبير اصعد، فبيصعد هو وسيون على ظهره، وبيقول لسيون مؤسف جدا يا سيون، احنا لازم نتراجع دلوقتي حالا، مش هنقدر نقف قدامهم بقوتنا دي. بتقول له يا بارك انت المستقبلي طلبت مني ومن الجميع ان احنا نخلي بالنا منك ونساعدك. بيقول لها انت تقصدي ايه؟ بتقول له انت لسه ما سمعتش ولا ايه؟ بيستغرب بارك كده وبيبص حواليه وبيقول انا بدأت اسمع صوت، وبيبص كده بارك من بعيد فبيتصدم، لانه لما بيبص بيلاقي جيش ضخم جدا جاي من بعيد عليهم. الدعم وصل يا بارك، الممرضة وكل اللي كان معاها في الحصن، وجين واصحابه اللي كانوا من المدرسة التانية، ومعاهم كمان الغيلان، كلهم جايين علشان يساعدوا بارك. بس لحد هنا وقف بقى لحين نزول فصول اخرى، هنستنى بقى كمان شهر كده ولا شهرين لحد ما الفصول الجديدة تنزل. كلمة سر الفيديو ده بقى هي مستقبل بارك، اكتبها لي تحت في الكومنتات علشان تطلع معانا في الفيديو اللي جاي. ودول بقى كل الجامدين اللي كتبوا كلمة السر الصح في الفيديو اللي فات، واوعى تكتب كومنت من غير ما تعمل لايك، هعرفك وهجيبك. ويلا بقى علشان انا ما عدتش نافع خالص، سلام.